أسعد الله مساءكم أحبتي بكل خير وفرح وسرور. اليوم حبيت أعمل طبخة خفيفة لطيفة وبتشهي القلب. هلأ هون إيش حطيت؟ حطيت معلقتين زيت بلدي ومعلقتين سمن، وقليت هاي الخضار اللي انتو بتشوفوها، اللي هي عبارة عن جزر وكوسة وبطاطا وبندورة مقشرة. طبعا الكوسة 5 حبات، البطاطا حبتين، الجزر 3 حبات، حبة فلفل رومي أخضر مثل هيك شايفينه، وحبتين بندورة مقشرة كمان، حبتين بندورة مقشرات وحطيتهم، ولا بدي أحط عليهم رب البندورة. شايفين كيف أحبتي؟ وهن بتقلوا عمالهم لسه، وهيك بتقلوا على نار عالية طبعا، وهي رب البندورة معهم. وحطيت عليهم من البهارات فقط فلفل أسود وشوية كركم، عشان الكركم بسحب السموم من الجسم وكتير مفيد للصحة. وهلأ بدي أحط عليهم البرغل اللي شو اسمه، حبته كبيرة يعني برغل خشن. شايفين أحبتي؟ بس تقلى شوي تتسبك مية البندورة معهم. خلينا أقليهم شوية زي هيك. وحطيت عليهم حبة ماجي، وحطيت عليهم معلقتين صغار من الملح. تمام هيك. وهون كوبين من البرغل الخشن مثل ما انتم بتشوفوا. شايفين كيف؟ كوبين من البرغل الخشن. هلا بقلبهم كتير منيح مع بعض. شايفين كيف؟ شايفين كيف أحبتي؟ بقلبهم كتير منيح، بخليهم يتقلوا عشان حبة البرغل إنها تتغلف بالزيت والسمن والمواد الطيبة ورب البندورة. وبعدها إن شاء الله بحط عليهم المية. والمية إيش مقدارها؟ هلا حاطة أنا كوبين من البرغل مثل الرز، كوبين من المية. والبرغل هذا أنا نقعيته نص ساعة نقع منقوع فقط أحبتي. هلا خليها شوي تتقلى هيك مثل ما انتم بتشوفوا وبتلاحظوا، يعني بتطلع بتشهي كأنكم بتاكلوا. احكي لكم بصراحة، كأنكم ايش بتاكلوا؟ كأنكم بتاكلوا مفتول، مفتول بالخضار. كتير طعمها زاكي وبتشهي القلب. اعملوا بجنبها صحن سلطة، واعملوا كمان ستريبس الدجاج بالاير فراير. حطوا ستريبس الدجاج، بدكم كيس تعملوا، بدكم كيسين، على حسب ما عيلتكم تستهلك انتوا واستهلاككم. يعني كل واحد بيعرف قديش عيلته بتستهلك من ستريبس الدجاج. اعملوا ستريبس دجاج بجنبه، اعملوا برجر. في برجر، انا بالبرجر كيف بعمله؟ بعمل البرجر بجيبه من عند اللحام، وبعدين بحطه بشو اسمه بالفريزر، بأكياس بالفريزر، ولما بدي بطول وبعمل يكون جاهز مجهز. شايفين كيف أحبتي؟ هاي كوب من المي. هلا كوب تاني راح نعمل إن شاء الله، لأنه كوب واحد ما بكفي. أنا عاملة كوبين من البرغل الخشن اللي حبته كبيرة. برغل خشن، ما هو ما في غير تنين نوعين، يا إما برغل خشن يا إما برغل ناعم. هي حبة البرغل شايفينها انتو كيف؟ حبة برغل خشن. هلا كاسة مي وهي كوب تاني. هيك تمام الأمور. هلا بتركهم، خليهم يغلوا كتير منيح ويطبخوا. وبعدين لما زي الرز، لما يطلع تقريبا تنشف المي ويصير الحبة البرغل هاي يعني تقريبا على وجه الطنجرة، المي تتساوى معها، ما تبين المي لفوق زي هيك. هلا المي مبينة هيك لفوق. لما ما تبين المية وتتساوى حبة البرغل بالمية، إن شاء الله بوطيه. هلا خليه لمدة 5 دقايق تقريبا هيك عالية عليه النار، وبعدين بوطيه لمدة ربع ساعة. يعني كل الطبخة على بعضها بتستهلك معاكم نص ساعة ل5 دقايق. وعلى فكرة هاي الخضرة ستويتها نص استواء، يعني قليتها شوية بالزيت والسمن زي ما انتم بتشوفوا، بس مش مستوية، نص استواء. نص استواء، عرفتوا كيف؟ مو مستوية، عشان إذا استويتها على الأخير بتنهري مع الطبخ، كتير بتدوب. فعشان هيك نص استواء مع البرغل بتكمل استواءها. وإن شاء الله تاكلوها بالهنا والشفا. كتير كتير أكلة طيبة ومش مكلفة ومغذية، كل المواد الغذائية فيها. وبدكم بروتين، بدكم أشياء تقدروا تعملوا بجنبها إيش ما بدكم. زي أنا بدي أعمل اليوم ستريبس الدجاج بالإير فراير بتحطوه،
أو بدكم سكالوب بصير، بدكم كباب بصير، اللي انتم بتحبوه بجنبها، ومعاها صحن سلطة ولبن ومخللات، وذوقوا بالهناء والشفاء. كتير كتير أكل زاكي، وصحتين وألف عافية. ولا تنسوني من الاشتراك والمتابعة، لسه في عندي الكثير، وأكلات يعني من دول العالم كلها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.